إزاي تخلّي صوتك يبيع؟ عمرك فكّرت ليه بعض الإعلانات بتعلّق في دماغك، وإعلانات تانية بتعدّي كإنّها مش موجودة أصلًا؟ السر في الصوت. الصوت الإعلاني مش مجرّد كلام، ده فَن، والفَن ده له 3 أسرار لازم تعرفهم كويس كvoice over. أول سر، النبرة الصح. مش كل منتج بيتباع بنفس النبرة الصوتية وبنفس الأسلوب، لأ، كل إعلان له نبرة صوتية مختلفة عن أي إعلان تاني. يعني مثلًا إعلان حديد مش زي إعلان compound، مش زي إعلان عربية، مش زي إعلان بنك. كل إعلان بيختار النبرة الصوتية الصح، ولازم تعرفها كويس وتحددها كويس كvoice over professional. السر التاني، الإحساس. الإعلان الناجح بيحرك مشاعرك قبل ما يحرك إيدك في جيبك عشان تشتري، ودي الصياعة. الإعلان التالت أو سوري السر التالت، الإيقاع، وده مهم جدا جدا جدا. يعني إيه إيقاع؟ الإيقاع اللي هي السرعة، الوقفات، التركيز على الكلمات المهمة. التلات حاجات دولت بيصنعوا فرق رهيب في أي إعلان، وده بيميزك كمعلق صوتي عن غيرك. السوق مليان معلقين صوتيين وكلهم شاطرين وكلهم مميزين، بس اللي بيميز كل معلق صوتي عن التاني هي الوقفات بتاعته وإيقاعه، وإزاي يختار الكلمات المهمة في الإعلان. هو ده اللي بيخلق الروح للإعلان. تعالوا كده نجرب أو نعمل اختبار كده مع بعض. هقول دلوقتي جملة بأداء سريع وحماسي: أقوى عرض، ما تفوتش الفرصة. جملة تانية بأداء هادئ ومؤثر: اللحظة اللي بتدور عليها بقت أقرب مما تتخيل. دي جملة ودي جملة، وده إعلان وده إعلان، بس كل إعلان له النبرة بتاعته، له الإحساس بتاعه، له الإيقاع بتاعه، وكلهم لازم يكونوا 3 عناصر صح ومناسبين لكل إعلان. أنا محمد البديوي، الصوت اللي بيبيع، الصوت اللي بيعلق، والصوت اللي هيخلي إعلانك يوصل قبل ما المنتج يوصل. تحياتي.